في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن كل الشخصيات اللي جوانا، وفي الحقيقة مفيش شخصية فيهم غلط أو شخصية أهم من التانية، كلهم إحنا. وعلشان كده المكان اللي هنعيش فيه لازم يحتوي على النسخ دي كلها، مش نسخة واحدة بس. ومنطقة غرب القاهرة هو الاختيار الأمثل لده، لأنه المكان الوحيد اللي بيحتوي كل النسخ دي، مش نسخة واحدة بس. عايز هدوء؟ عندك مشروع سولانا ويست. عايز حياة وكوميونتي؟ عندك مشروع زد ويست و205 أركان. عايز استثمار؟ عندك منطقة غرب القاهرة كلها ماشية قدام، بس المناطق اللي حوالين المحاور الرئيسية هي الأعلى في النمو. عايز بيت عيلة؟ عندك مشروع أو ويست. عايز رفاهية وخصوصية؟ عندك مشروع هايد بارك سيجنتشر. وده السبب اللي بيخليني أقولك إن منطقة غرب القاهرة مش مجرد اختيار، ده قرار مدروس مش بيجي وراه ندم. استناني الفيديو اللي جاي، لأني هعرفك إيه آخر التطورات اللي بتحصل في منطقة غرب القاهرة، وليه كل مطورين بيستثمروا هناك. تابعني.